اهلا وسهلا بيكم معايا في قناة بصبص والمطبخ. النهاردة جاية اكلمكم عن منتج قالب الدنيا جدا، وكل الناس عايزة تعرف اذا كان كويس وتستخدمه ولا لأ، واذا كان فعلا بيرطب الشعر بصورة كويسة ولا لأ. المنتج ده اسمه الفيف من شركة لوريال باريس. الشامبو ده يا جماعة عايزة اقول لكم ان هو اختراع، يعني احسن شامبو ممكن تستخدميه. بس خليكي معايا في الفيديو للاخر عشان هقولك ايه الشعر المناسب ليه، وايه الشعر اللي مش هيستفاد منه اصلا خالص. فخليكي معايا للفيديو للاخر عشان هقولك كل التفاصيل عنه، وهقولك مكوناته، وهقولك هو نتيجته كانت معايا ازاي، وايه الشعر المناسب ليه كمان. اول حاجة عايزة اعرفكم عن المنتج، هو بحمض الهيالورونيك. ده بيفضل على الشعر لمدة 72 ساعة مترطب. طب ليه بقى الحمض ده بيخلي الشعر كده؟ لو انتوا تعرفوا كمان ان الفيفا عاملة نفس الهيدرونيك دوا، الهيلورونيك سوري، كمان للبشرة. طيب ايه الفايدة بتاعت المادة دي؟ المادة دي بتحتفظ بالمية والرطوبة بتاعة البشرة او الشعر. فهنا الشامبو ده بيحتفظ بالرطوبة وبيحتفظ بالمية للشعر اللي انت فقدتيها بقى في مثلا في الجو الحر اللي احنا فيه اليومين دول. طبعا الشعر كله مقصف ومتضرر وهايش، فهو هيعالج لك الموضوع ده قوي. كمان الشعر اللي هو المتهالك، عوامل الجو، الشمس، لو طبعا نزول البحر ونزول البسين، حرارة البيبيليس، طبعا كل ده بيأثر على الشعر وبيخليه جاف وخشن كده شوية متقصف، هايش. بيكون الشعر مش بطبيعته الأصلية زي طبعا ما بيكون في الشتاء. في الشتاء بيبقى الشعر أحسن بكتير من الصيف. طيب هنا هو شامبو مرطب لشعر صحي يعني مليان بالحيوية، للشعر الفاقد الترطيب. يبقى هو للشعر الفاقد الترطيب. بس ليه بقى؟ هقول لكم بقى على حاجة حلوة قوي. لو انت شعرك اصلا شعرك جاف، وبتستخدمي كنتي طول عمرك شامبوهات للشعر الجاف، اللي هو عارفين اللي بتبقى فروة الشعر نفسها ما فيهاش زيوت كده ومش مزيتة، او مش زي الشعر الدهني. الشعر الدهني يعني بتغسلي الشعر بعديها بيوم اتنين بالكتير بتحسي ان فروة شعرك لزقت، والشعر كده في فروة الشعر ملزق. فغير بقى اللي شعرها جاف، اللي شعرها جاف عادي ممكن تقعد الاسبوع كله شعرها زي ما هو مفيش اي مشكلة. الشامبو بقى هنا مش هيفيد خالص اللي شعرها جاف، عشان نبقى واضحين مع بعض. هو هيفيد اللي شعرها دهني بطبيعته، او عادي بطبيعته بس جاف من عوامل الجو زي ما قلت لكم، من المية. لو انتي مثلا في مكان ما فيهوش مية حلوة، كل ده بيأثر على الشعراية وعلى الحيوية بتاعتها. تبتدي الشعرية تضعف، السمك بتاعها يقل، تبتدي يعني تسقط. فكل ده بيبقى عوامل ان الشعر فاقد الترطيب، ان هو مفهوش ترطيب كويس، فالشعرية بتتقسم اتنين وتقع. كل ده بسبب الفاقد الترطيب. فهو هنا الحمض ده بيحافظ لي على ترطيب الشعر لمدة 72 ساعة. ده بالنسبة للشامبو. هنقرا بقى المكونات. انا هوريكم، بصوا طبعا انا مخلصه منه قد ايه. انا مش باجي اعمل لكم فيديو استخدم الحاجه مره او اتنين واجي اقول لكم انا استخدمته وحلو هاتوه جربوه. لا، انا بصوا انا استخدمت الاول الشامبو لوحده، كنت جايبه الحجم الصغير بس نتيجته ما كانتش كويسه قوي معايا. فقلت لا، طب ما انا ليه اجيب الشامبو بس؟ طب ما انا اجيب الشامبو مع البلسم واشوف النتيجة بتاعته افضل. يعني انا كنت جايبة الحجم الصغير، فجبت بقى الحجم الكبير دوا واستخدمت الاتنين مع بعض، كانت نتيجتهم فعلا هايلة. بلاش تحكموا على منتج وانتوا بتستخدموا الشامبو بتاعه بس، لا استخدمي الاتنين وشوفي النتيجة هتبقى عاملة ازاي. ان او اي نوع شامبو يعني مش شرط ان انت تجيبي ده. لو انت مثلا بتستخدمي سانسيلك يبقى هاتي الشامبو، هاتي البلسم بتاعها، او حمام الكريم بتاعها. لو انت بتستخدمي شامبو مستورد اي نوع، هاتي المنتج على بعضه.
ان ده بيكمل ده. فدي الفكرة بس. هقول لكم بقى هنا: شعر فاقد الترطيب والحيوية. تدل هذه العلامة على ترطيب غير كافي. يعمل هذا الشامبو المرطب على تغليف ألياف الشعر على الفور. انا بس مش عارفة انتوا شايفين ولا لأ. على الفور. ويملأ الشعر بالترطيب لمدة 72 ساعة لشعر لامع أكثر مرطب 10 أضعاف، يعني 10 أضعافه يعني، وحيوي دون إثقال. يعني الشعراية خفيفة وحلوة وناعمة وكمان مترطبة. فعالية الحمض بقى اللي أنا بقول لكم عليه الهيالورونيك، عشان أنا بنطقها بالعافية. هو جزيء الموجود طبيعيا في الجسم، يحتفظ ب1000 مرة ضعف وزنه من الماء في الماء، ويعيد الشعر مرونته. يبقى هو بيحافظ على ان الشعر يعيد بناءه تاني والمرونة بتاعته، ويخليه صحي ولامع ومش متكسر. الاستخدام بقى بتاعه: ضعيه على شعر مبلل، دلكي فروة الشعر، فروة راسك، ثم اغسليه، ثم اكملي روتينك باستخدام البلسم. هنا هم قايلين نستخدموا البلسم او الماسك من المجموعة نفسها. تمام كده. يبقى هم كمان قايلين لك استخدمي ده مع ده. هو يا جماعة حلو جدا. العبوة دي 600 ملي، حجمها مناسب، حجمها كبير، تقعد معاكي كتير بصراحة اكتر من الصغيرة. لو انت عايزة تجيبيه وتجربيه انا بنصحك بيه جدا بجد. من افضل الشامبوهات اللي انا استخدمتها وجابت معايا نتيجة حلوة. في منه الوان اللي بالهيدرونيك لا مفيش. انا قصدي ان لوريال الفيف في منه، انا استخدمت الاسود كان حلو برضو. وفي انواع تاني منه، الوان تانية استخدمتها بصراحة ما كانتش جايبة معايا نتيجة كويسة، لكن ده نتيجته حلوة قوي، وبيخلي الشعر وانتي بتغسليه كده بتحسي اصلا بنعومته وانتي بتغسليه اثناء ما انتي بتغسليه. غير بقى مش عايزة اقول لكم بقى ريحته دي بقى، يعني مجرد ما بتفتحي العبوة كده يعني ريحته في حتة تانية. ريحته حلوة بطريقة ملهاش حل. الريحة بتاعته بتثبت في الشعر فعلا، يعني ممكن تقعدي يومين ريحة شعرك ريحة الشامبو ريحته حلوة جدا، بيثبت جدا، تحفة. فده بالنسبة للشامبو. طب نيجي بقى للبلسم. البلسم برضو بحمض الهيالورونيك 72 ساعة من الترطيب. ده بلسم مرطب بعمق وسهل التسريح. بصوا انتي بتاخدي من البلسم، عايزه اقول لكم يعني قطعه قد كده، حته قد كده، مجرد ان انتي بتدلكيها كده بس، بتفركيها بايدك وتبتدي ان انتي تحطيها على اطراف شعرك. ما تحطيش على فروه شعرك خالص ولا منبت الشعر في الدماغ، لا انتي بتحطي طبعا البلسم كلنا عارفين ان احنا بنحطه على الشعر. مجرد ما بتحطيه على الشعر لون الشعر نفسه بتغير، بتحسي بلمعان كده وانتي بتغسليه اصلا، لمعان بجد في الشعراية رهيبة. غير بقى الملمس الناعم، يعني كأنك اصلا مش بتغسلي شعرك، كأنك عملتيه بيبيليس وانتي واقفة بتغسلي شعرك. بيبقى ناعم جدا جدا، مترطب جدا. بتسيبيه بقى على شعرك لمدة كده يعني 10 دقايق، وبعد كده بتشطفيه. انا بصراحة ما بقعدوش كتير يعني. نقرا بقى المكتوب. شعر فاقد الترطيب والحيوية. تدل هذه العلامة على ترطيب غير كافي بلمسنا المرطب. تسريح شعرك على الفور، ويحجز الرطوبة طول 72 ساعة لشعر أكثر لمعان، مرطب 10 أضعاف أكتر، مرن، ينسدل بخفة ومن دون إثقال. برضو نفس الموضوع هنا بيقولك فعالية الحمض احنا قريناها في الشامبو عشان بس مطولش عليكم، ان هو بيحتفظ برضو بالمرونة بتاعته، وكمان بيخلي الشعر مترطب زيادة. دي كانت تجربتي بجد معاه. شامبو حلو جدا. للناس بقى اللي هم بيسألوا هو فيه صوديوم مسلفات ولا لأ، ولا صوديوم فري والكلام ده كله.
لا، هو في نسبة صوديوم سلفات بس مش كتيرة، هي نسبتها كويسة لان هي تنظف فروة الشعر بعمق بس. اي شامبو بيرغي يا جماعة اعرفوا ان هو فيه صوديوم مسلفات، بس هي بتختلف من شركة لشركة. في شركة بيكون حاطين نسبة كبيرة قوي، وفي شركة بتبقى النسبة بتاعتها معقولة ان هي مش تضر شعرك قوي. بالنسبة لشركة لوريال، في كل المنتجات بتاعتها، في كل انواع الشامبوهات والبلسم، لا هي النسبة بتاعتها كويسة، مش نسبة كبيرة. وده برضو كويس ان هو بينظف الشعر. وزي ما قلت لكم كمان بالنسبة للبلسم، انتي مش بتحتاجي خالص كمية كبيرة، انتي بتحطي كمية قليلة قوي، يعني مش بكتر المنتج يا جماعة. بتحطي كمية قليلة وبتوزعها على الشعر وبتسيبيها مثلا لمدة 10 دقايق، وبعد كده بتشطفيه. هو هنا كده انا ما قريتلكوش كيفية استخدامه اهو. ضعيه على شعر مبلل بالتركيز على الاطراف، على الاطوال والاطراف. اتركيه لدقيقة واحدة ثم اغسليه بس. الباقي بقى النصائح العادية. فانا بحطه لمجرد بس عقبال ما اغسل جسمي كده، وبعد كده بشطفه. نتيجته معايا حلوة جدا. بعد بقى ما بتاخدي الشاور بتاعك وغسلتي شعرك وحطيتي البلسم وشطفناه تمام، بيحتاج بقى ان انتي برضو تحبسي الترطيب ده اللي انتي عملتيه، ان انتي تجيبي السيرم. ممكن تجيبي السيرم كمان بتاعهم، فانتي كده استخدمتي المجموعة كاملة. انا بصراحة مش عندي السيرم، بس عندي سيرم تاني فحلو بحطه. وممكن احط زيت، عندي زيت الهندي 7 اويلز، حلو جدا جدا، بيخلي برضو الشعر مرونته تبقى حلوة ولمعانه كويس قوي، وريحته كمان فظيعة 7 اويلز. بس كده يا جماعة، وده كان ريفيو كده بسيط عشان اعرفكم المنتج بتاع الفيف الموف اللي الناس كلها بتسأل عليه. انا عايزة اقول لكم بصوا البلسم انا مخلصاه لغاية فين، لغاية اخر قطرة يعني. والشامبو انا جبت العبوة يعني اللي هي حجمها قد دي كده، خلصتها، اللي هي بتكون 200 جرام. خلصت اللي هي 200 جرام، وبعد كده جبت اللي هي ال 600 مللي دي معاها البلسم بتاعها. يا ريت اللي يستخدموا يا جماعة يجيب الاتنين مع بعض عشان يحس بنتيجة كويسة. هاتي الاتنين مع بعض، حتى لو هتجيبي الحجم الصغير عشان تجربيه، بجد هيفرق معاكي قوي. ويا ريت الفيديو يكون استفدتوا منه لو حاجة بس بسيطة حتى. وشكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم ليا، ويا ريت تتابعوا قناتي دايما. قناتي اسمها بوسبوس والمطبخ. وما تنسوش بقى لايك كتير للفيديو وشير كتير عشان الكل يستفاد. شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم ليا، ومع السلامة.